بياكل في صاحبه، والكتابة أحيانا بتهدي الوجع شوية. دي مجموعة نصوص بوستات متنوعة، منها القصير ومنها العميق، تقدر تختار اللي حاسس إنه بيوصف حالتك بالضبط وتعمله نسخ. 1. عن صمت الوجع، عميق وهادئ. أصعب أنواع الوجع هو اللي ملوش صوت، اللي بيتحبس بينك وبين نفسك. قلبي ما بقاش مكسور وبس، ده بقى عبارة عن رماد ذكريات كانت في يوم هي كل حياتي. ما فيش أصعب من إنك تضحك عشان بس مسألكش مالك، لأن الإجابة هتكون أطول وأوجع من إنها تتحكي. 2. عن الخذلان، قوي ومباشر، في لحظة بتكتشف إنك كنت بتعمر في مكان مش ملكك، وبتدي مشاعر لناس مكنوش يستاهلوا حتى نظرة. الكسر اللي في قلب النهار ده مش ضعف، ده نتيجة طعنات جات من أكتر ناس كنت فاكرهم سندي. شكرا للأيام اللي عرفتني إن مفيش حد بيدوم لحد. 3. عن رماد الذكريات، مستوحى من اسمك، بيقولوا الوقت بيداوي، بس الحقيقة إن الوقت بيمحي الملامح وبيسيب الوجع زي ما هو. قلبي اللي كان مليان أمل بقى هاردة زي الرماد، بارد ومطفي. ما بقتش مستني حاجة من حد، أنا بس محتاج قلبي يهدأ من كل التعب اللي شافه. 4. كلمات قصيرة وموجزة للسطور أو حالات الواتساب. أنا مش حزين، أنا بس مطفي من جو، والكسر اللي في قلبي ملوش صوت. أصعب خيبة هي اللي بتيجي من الشخص اللي كنت بتهرب من وجع الدنيا ليه. سلاما على قلب كان يظن أن الجميع مثله، فخذلوه حتى انكسر. ما بقاش فيه حيل للعتاب، اللي انكسر جوانا بطلنا ندور على طريقة لتصليحه. نصيحة من أخوك جيمي، الحزن تقيل، متخليه شي طول في قلبك لوحدك. الصور والكلام بيطلعوا جزء من الطاقة، بس حاول تدي لنفسك فرصة تتعافى